مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد منطقة الحي محمدي. كما تشاهدون معنا في الصورة، هذا محمد السوسدي اللي تمت إطلاق اسم هذا المركب بالاسم ديالو، فهو من أعضاء مجموعة المشاب ومن المؤسسين ديالها. وهذا هو الشارع اللي كيؤدي إلى هذا المكان. كما كتشوفوا جماعة تبارك الله، الشارع نظيف، بناية جد جميلة. هذا المركب الثقافي هو كذلك، يعني منطقة رائعة، فهنيئا لساكنة الحي محمدي. وحنا بالضبط الآن بنمرة جوج، يعني قيصرية الحي محمدي. كتشاهدوا هذه الصورة الرائعة لمجموعة المشاهب. فهذا المبدع استطاع أنه يبدع بهذه اللوحة الفنية. ملي كتدخل الحي محمدي ضروري ما تشوف هاد الفنانين الكبار اللي عطاو الكثير، خاصة اللي كتخرج من معاناة الفقراء لإيصال رسائل للناس المسؤولة. وكذلك استحضرت أن هذه القيصرية كنا دائما في أي مناسبة ديال أي عيد كنحضروا لهذه القيصرية لاقتناء سروال الجين. ف قصة وقعت لي دائما ملي كندخل انا والوالدين نشريو سروال الجين، الا كاع دوك الجينات ديال القيصريه كيدوزو عليا كاملين، كنمشي للدار عندي دارني. فهاد اللوحه لوحه جد رائعه وممتازه اللي كيشاهدها الجميع كتذكار للمجموعه. وكذلك لا ننسى الهرم الكبير محمد مفتاح، الممثل المغربي اللي مثل في الرسالة ومثل في عدة مسلسلات دينية ووطنية. كذلك راه يقطن بمنطقة الحي محمدي، بالضبط بدرب مولاي الشريف لحد الآن. فهذا الفنان فله ألف تحية من الجميع. وكذلك لا ننسى عوين شامة اللي كاينة هي في منطقة الحي محمدي، اللي هي غنية عن التعريف، كيعرفوا جميع البيضاويين. فلا زالت هناك عوين شامة، وغنقوموا بواحد الروبورتاج اللي فيها ان شاء الله، وغنحاولوا نقلوا لكم، نخليوكم مع هذا المقطع الموسيقي اللي تجبروه تحت من هذا الفيديو لصبر ايوب لمحمد السوسدي رحمه الله. شكرا لمتتبعي قناة صوت الشعب 24، ودمتم في رعاية الله وتعليق المواطنين.